الأندية. فهشام أيتمنى أنه معنا. مرحبا بك سي هشام. مرحبا سي جمال. غير باش نصحح انا يلاه وصلت نيويورك، يلاه وصلت نيويورك. فهشام كان يعني في ميامي ثم انتقل إلى مدينة نيويورك. سي هشام، يعني حضرتي القرعة ديال كأس العالم للأندية، بداية تعليقك على القرعه اللي كيتواجد فيها المجموعه اللي كيتواجد فيها فريق الوداد مع مانشستر سيتي، اليوفي ثم العين الاماراتي. هو في الحقيقه سي جمال انت عارف بان القرعه قبل ما تبدا القرعه انه غتلعب مع 32 فرقه اللي غادي تكون لابد كلهم فرق قويه، باش لانه كاع الفرق المشاركه باش توصل للمستوى انها تشارك الا وانها دابا كتكون واحد الفرقه اللي قويه عندها ركائز اساسيه. زعما ان مومون ونوتر اللي باغي يمشي في لا كومبيتيسيون لابد عارف راسو انه غادي يتلقى مع دوك الفرق اللي كلشي كيحاول يتفاداهم في البدايه ديال الكاس. دونك ماشي مشكل انه تلاقى معهم في الاول وفي الاخر، المهم راه غتلعبناهم. واخا سي هشام، المدرب موكوينا يعني قبل سحب القرعه قال لك سي هشام يجيب لنا مانشستر سيتي في القرعه ولا يبقى تما. انت جبتي لي مانشستر سيتي. ساهل الحال السي جبل. انا هزيت التليفون قلت لي دابا حنا حققنا الحلم ديالك، خصك دابا تتحقق الاراده ديال الوداد. دونك شو هو داك الشيء اللي طلب حنا عطيناه ليه، دابا هو خصنا يعطينا داك الشيء اللي طلبنا. سي هشام، يعني الوداد كنعرفوا المتطلبات ايضا ديال كاس العالم للانديه، فكيفاش ممكن الوداد يتهيئ لكاس العالم للانديه؟ الميركاتو الشتوي على الابواب، باش نمشيو معك مرحله مرحله. فملي كنعرف كنقولوا الميركاتو كنقولوا المنع، فالوداد يعني واش جاهز لهذه المرحله ديال الميركاتو الشتوي؟ شوف غنكونوا جاهزين بالنسبه للميركاتو الشتوي، ما كاينش شي مشكل. و الوداد غادي يكونوا عندها كاع الامكانيات موفره لها باش تقدر دير انتدابات في المستوى اللي خاص الفريق واللي خاص لهاد التظاهره اللي غادي تشاركوا فيها. وان شاء الله لابد حنا مأولين انه في داك لا فينيتر ديال جوان ميركاتو ديال المونديال باش نقدروا نشوفوا peut-être 1 ou 2 joueurs supplémentaires باش نهزوا بهم الفريق. بمعنى انه الانتدابات تكون بدا واحد سي سيور باسكو ديجا مفاهمين معاه، ودوك غنحاولوا نزيدوا واحد ولا جوج. هذا في شهر واحد ولا بعد نهايه الموسم؟ لا بعد نهايه الموسم، شهر واحد. هادو اللي كنهضر معاهم اللي بعد الموسم. هذا يعني تقدر تقربنا على الاقل من الصفه ديالو ولا النوعيه الجنسيه، واش دولي واش يعني لا مغربي دولي. لعب في المنتخب الوطني في قطر. لعب في المنتخب الوطني في قطر. وغيكون ايجابي انك تعطينا الاسم ديالو. لا ما يمكنش سي جمال، باسكو شوف سي جمال طونك لاكور اي فيكسي اوسي بيان معاه كو مع الكلوب ديالو، ولكن ما تنساش سي جمال انه احنا باقيين لاعبين واحد البطوله اللي مهمه بالنسبه لينا، واللي باش نكونوا جاهزين خصنا بعدا نكونوا في المستوى في البطوله ديالنا. دونك ما يمكنش تجي دابا تشوش على اللعابه ولا على الكروب. سي هشام، يعني تم تداول مجموعه من الارقام الماليه المتعلقه يعني بالجوائز ديال المشاركه في هذه المسابقه. انت كرئيس الوداد وكحاضر ايضا حضرتي السحب ديال القرعه في ميامي، واش كاين شي ارقام؟ في الحقيقه سي جمال لحد الساعه ما كاينش شي رقم، وبيني وبينك سي جمال كون كاع ماشي بيني وبينك، بيننا وبين المشاهدين. زعما انا نقول لك بيني وبينك، زعما لا فيريتي يمكن هذه المنحه غادي دير مشاكل اكثر من الحلول اللي غتجيب في الاول، لانه كل شيء دابا ولا كيهضر غير على الارقام وغير على الفلوس، كل شيء نسى. اهم شيء هي انك تكون جاهز وانه المشاركه. بحال واحد غادي يمشي على قبل الفلوس ما غاديش على قبل اللقب، اللي غادي يمشي على قبل الفلوس ياخذ الفلوس ويبقى في دارو. كلشي كيتكلم غير على الفلوس. انا ما كنفهمش انه المهم عندنا هو انه خصنا نمشيو ونعطيو احسن صوره ديال الفريق ديالنا اللي فريق عالمي وماشي حنا اللي قلناها، وتمثيل احسن تمثيل لبلادنا واحسن تمثيل ديال الجمهور ديالنا. ولاو دابا ما كاينش شي برنامج، ما كاينش شي واحد ما كيتحدثش على الفلوس.
دونك الله يخليك انا بعدا بور انستون ما عندناش شي رقم. وسي هشام هو الحديث وسي جمال باش نقول لك واحد الحاجه، وانتدابات اللي غادي يداروا في الميركاتو الشتوي ما معلقينش بالمنحه. يعني هذه في ميركاتو الشتوي غير متعلقه العوائد الماليه ديال الفريق. سي هشام باش نرجع معك لما يتعلق بالجوانب الماليه، الجوانب الماليه لان تكلمتي على انه الجميع يتحدث عن العوائد الماليه، فهو هذا النقاش كاين في العالم كامل، لانه باول مره هذه البطوله بهذا الشكل كان حديث على الانديه الكبرى بحال ريال مدريد انها ايضا مطالب ماليه، فبالتالي فهذا السؤال دائما يطرح. لا هو دابا اللي متاكد انه اللي يمكن ما غاديش تكون نفس المنحه للفرق كلها. كيف؟ يمكن غتكون واحد المنحه عند الفرق كلها بحال ومن بعد غادي يزيدوا الفرق على حساب الجمهور اللي غادي يجي، على حساب اذا شحال من واحد غادي يتفرج. دونك سي سيور كو في الاول ما غاديش نمشيو زعما بلا ميم سون، ولكن الرقم اللي غيكون مشترك ما بين كل الانديه ما كاينش رقم تقريبي. شوف جمال باش نجيك صراحه انه من 5 مليون ديال الدولار ل 20 و 30 مليون كل واحد، واسمح لي هذا كل واحد باش ما كيشير مازال ما كاينش شي حاجه اللي لانه باقي بور لانستون باش تعرف انه يلاه دونك كان توقيع مع دي زون اللي غادي دونك اللي غادي يدير البث ديال تتوسع المباراه اللي كاينه، وكاين بور لانستون 3 سبونسور اوفيسيال سور 12. دونك مازال باقيين مازال ما سالاوش البودجي ديالهم، ولكن جو بونس كو سي كيك شوز كي دوا اتر انونسي دابري سكو نوز ا دي في لا فيفا انكور رين اوفيسيال الاسبوع المقبل ان شاء الله. لانه ايضا حتى رئيس الاتحاد الدولي عطى اشارات، قال انه هذه العوائد كلها غتمشي يعني للانديه المشاركه. لا سكي سور سي كو الفيفا سي انجاجي باش 100% ديال لي روسيت غادي بيان سور غادي يحيدوا منها مصاريف ديال التكليف ديال التورنوا، والشيء الاخر كله غادي يتفرق افيك واحد لا بارتيسيباسيون دو سوليداريتي اللي غادي تكون بور لي زوت زيكيب. معنا ايضا اللي كيتواجد معنا في البلاطو كاين ايضا حسن ناظر وسي محمد سهيل. سي حسن عندك شي سؤال لسي هشام ايتمنى؟ سي هشام مساء الخير. وي سي حسن بس بخير. صافا سي حسن كان باقي شويه ديال كلكو زاني اون موا بعدا كنت سينيت لك هو الاول ان شاء الله في الميركاتو الشتوي بعد الاستشاره مع المدرب. استشاره مع المدرب، ولكن اجي اعطيني انت شكون هذا المدرب اللي غادي يقول لك ما بغاش ويقدر يكون باغي شي قلب هجوم مواصفات اخرى على حسن. يقدر يبغي سهيل يمكن. تفضل سي حسن. لا شكرا، حتى انا ما كرهتش، ولكن كل وقت وقته. دابا هذا وقت ديال هاد اللاعبين ديال دابا اللي كتبان لهم حتى هما النجاح والتوفيق، ولما لا نشوفوا شي قلب هجوم حتى هو اللي سجل هذه الاهداف، لان حنا في حاجه ليه. هذا هو السيد منك. كنعرف كان في هذا الشيء ديال الماركتينغ يعني من الاشياء اللي كتختص فيها كيف غادي يكون يعني كتشوف انت الفريق ديالنا اللي هو نادي الوداد الرياضي يعني التسويق ديالو يعني في هذا واللي غتعمل عليها يعني باش يزيد نسوقوا الاسم ديال الوداد في هذه التظاهره الكبرى. يعني سي هشام السؤال ديال السي حسن كيفاش ممكن يعني كيفاش التسويق ديال الوداد مع هذه المشاركه باش ينعكس بشكل ايجابي على الوداد، خصوصا اليوم الحديث على الوداد مع لابد سي جمال انه التسويق غنحاولوا نكون اون بارتي بعدا ديال التسويق تكون على المستوى العالمي، لانه بالنسبه لا فيزيبيليتي ديال لو كلوب غتكون اون فيزيبيليتي مونديال، وكاين بلوس داتري باغ دي سوسيتي اللي عندهم كاركتير انترناسيونال كو كاركتير لوكال، بحال سكي نورمال انه واحد الشركه اللي عندها السوق ديالها غير السوق المغربي ما يمكنش تدفع الثمن ديال لي مارشي كلهم، الوغ كاين سوسيتي اللي عندها لو مارشي امريكان المارشي اوروبيان المارشي افريكان غادي تدفع شويه اكثر. Donc c'est sûr qu'il y aura une partie de la commercialisation du droit d'image au niveau international.
سي هشام، كانت عندك ايضا او لا سي محمد، كنظن سي محمد، لا فكان عندك ايضا لقاءات مع يعني مجموعه من الفعاليات ايضا بالنسبه في هذه القرعه، فواش كانت احاديث جانبيه ايضا تخص يعني فريق الوداد، تخص ربما المستقبل، تخص ربما هذه الجوانب ديال التسويق او شراكات يعني في المستقبل؟ كانت عندنا اليوم واحد اللقاء بالنسبه للتسويق ديال ليماج ديال الوداد. اي جو بونس كو ان شاء الله بارتير دو لا سيمين بروشين غادي يكون عندنا واحد الاجتماع اللي غنقدروا نشوفوا باش كومون فا يتر اكومباني، اللي متاكد انه كاين سوبور بعدا عندنا من طرف الجامعه الملكي، اللي زعما قالت لنا اي حاجه اللي حنا محتاجينها بور aussi bien la logistique que l'encadrement, que au niveau des qualifications de joueurs, au niveau des concentrations غادي يكون عندنا واحد الدعم معنوي كبير من طرف الجامعه. au niveau de la FIFA حتى elle a fait des formations et elle est prête à accompagner les équipes. Je pense que زعما pour le plus important في هذه المشاركه هي انه سي اون شانس اللي كاينه بالنسبه للفريق ديالنا باش يتهيكل بواحد الطريقه اللي تكون على ليماج او نيفو ديال الفريق اللي كاين، اللي مالوغوزمون ما كنلقاوهاش عند الفرق المغربيه كلها avec cette organisation. Et j'espère que ça sera un départ pour le Wydad. وكيف ما الوداد a toujours été une équipe pionnière. ان شاء الله غدا الوداد elle donnera l'exemple et ça sera une locomotive pour les équipes marocaines. وهنا سي هشام، هنا بيت القصيد هو السؤال ديال الهيكله اللي شرتي ليه، الهيكله سواء يعني التقنيه، سواء يعني الاداريه، سواء يعني التواصليه، سواء ايضا انه الوداد ينتقل ايضا الى خطوه اخرى، لانه اذا كان تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 فرصة فريدة بالنسبة للمغرب كما جاء يعني في العرض اللي قدمه رئيس الجامعة يعني فوزي القجاع يعني بصفته الوزارية بالنسبة للمغرب، فأيضا مشاركة الوداد أيضا في هذا كأس العالم الأندية هي أيضا فرصة فريدة أيضا بالنسبة لفريق الوداد باش يدير الأساسات صلبة ويبني المرحلة المقبلة. اكيد سي جمال، وكيف ما قلت لك ونعاود ناكد انه السيد الرئيس سي فوزي القجاع بالنسبه ليه الوداد في المشاركه ديال المونديال راه سي مشاركه ديال المغرب كله. و قال لك اودي بالنسبه للاكسبيريونس ولو ترافاي حنا شفناه كيفاش هو نجح الفريق الوطني، كاع الدعم ديالو وكاع لو سوتيان اون فا لافوار باش ينجح اون ايكيب ماروكين دو لا ميم مانيير. سي هشام يعني اما بالنسبه كيف ما قلتي الهيكله، شوف لو فوتبول ماروكان ا ايفولوي سي جامي، il n'a pas évolué في لا ميم فيتيس، ماشي بنفس السرعه. انه شفتي واحد لو روتار كان عند الفرق بالنسبه للفريق الوطني، بالنسبه l'infrastructure. Aujourd'hui, on est en train d'arriver لواحد le niveau اللي ما كاينش في l'Afrique et un niveau اللي غادي يمكن يغيروا منه même les équipes européennes. بالنسبة la Ligue, elle était en reconstruction, il y a encore un grand travail à faire ولكن